رجعت لكم من جديد، يا أهلا وسهلا فيكم يا عشاق الطبخ والذوق الرفيع والنكهات الأصيلة. مرحبا فيكم بقناتي. بمطبخي الصغير والمتواضع بدنا نطبخ مع بعض طبخات طيبة إن شاء الله. إن شاء الله بنلتقي دائما على محبة النجاح والتميز. اليوم اليوم بموعد جديد على طبق كتير طيب وكمان كتير زاكي، أكلة كتير طيبة ومزيج سحري ومالها كتير مكونات. هاي الوصفة بتجتمع بين الفخامة والرقي على صفرتك الطيبة وكاملة متكاملة، وبتجمع كمان بين البساطة. المكونات يلي موجودة معي مكوناتها كتير سهلة، وكمان يعني ما بتاخد كتير مجهود. هلا معي هون أنا شرحات اللحمة الخروف، فيكن انتو تقدموها بلحمة العجل كمان كتير طيبة. فيكن كمان تستبدلوا تعملوها باسطورة الدجاج، كمان نكهة كتير طيبة لمحبين الدجاج. فيكن تستبدلوا اللحم بالدجاج. يلا كفوا على ايديكم وخلينا نبلش الطبخة الطيبة. خلينا نبلش خطوة بخطوة ونتوكل على الله. راح تكون بداية كتير حلوة ومميزة. يلا نبلش للطبخة ونتجهز لتحضيرها. المكونات كتير بسيطة لأي ست بيت ما عندها وقت تطبخ لأولادها طبخات كتير صعبة. هاي كتير ممتازة. يلي عندهم شغل، يلي ما بيفضوا انه يطبخوا طبخات كتير هيك متعبة. هاي الطبخة كتير سهلة ومكوناتها كمان كتير سهلة. تقريبا بدي حبتين ليمون و3 بطاطات، وكمان في معي شرحات اللحم. لازم يكون الشرحات فارمينهم بطريقة كتير رقيقة لحتى تسرع عنا طريقة الاستواء. هلأ أنا حطيت هون شوي من الزيت لحتى تعطي لمعة حلوة للأكلة، أما أنا بدي استعمل اللية. هلأ انتو إذا ما بتحبوا الأكلة تكون كتير دسمة، فيكن تستبدلوا اللية بمعلقة صغيرة من السمن أو تكتفوا بس بالزيت. هلأ هون عندي لتسلاية اللية تقريبا بس يصير لونها على ذهبي. هلأ هون هيك بعد ما انسلت اللية عندي كتير منيح، بدي أضيف شرحات اللحم. لازم النار تكون تحتهم عالية لحتى ياخدوا دغري لون، لأنه متى ما كانت النار واطية اللحمة رح تنزل ميتها والعصارة يلي فيها، ورح تشد عندي بالطبخ، ما رح تعطيني النكهة الطيبة، رح تصير عندي شوي قاسية. مثل ما قلت لكم، إذا أنتم ما بتحبوا تضيفوا الدهنة وما بتحبوها تكون كتير دسمة، فيكم تستبدلوا بالزيت أو بمعلقة سمنة. وكمان فيكم تضيفوا معلقة صغيرة من نسيت اسمها الزبدة، معلقة صغيرة من الزبدة، قطعة من الزبدة خلينا نقول. هلأ هون هيك بعد ما قلبت اللحمة وبس عندي انه تاخد وش هيك ذهبي، الروايح خرافية ما شاء الله، مع انه لسه ما كملت الطبخة بس ريحة كتير طيبة. هلأ هون هيك تقريبا الشرحات صارت عندي جاهزة. حاجتهم هيك صار لونهم كتير حلو على ذهبي، لأنه لسه بدنا نطبخهم مع البطاطا والصوص يلي رح نضيفه مع الثوم والليمون. لونهم هيك صار كتير ممتاز وعن جد بشهي صار. هلأ نفس المقلاية رح نقطع البطاطا، رح نقطعهم هيك. انتو البطاطا فيكم تقطعون مثل ما انتو بتحبوا، على شكل دوائر، على شكل مربعات، بس انا هيك حسيت انه بتعطي فخامة اكتر للطبق. منقطعهم
وبدي أضيفهم على نفس القلاية يلي قليت فيها اللحمة، لأنه هاي العصارة اللي نزلت من اللحمة هاي اللي بتعطيها النكهة المميزة للأكلة. ما نستعملها أو ما نرميها ونستعمل وحدة جديدة، لا أبدا، من نفس القلاية يلي استعملنا فيهم شرحات اللحمة رح نقلي شوي البطاطا، منقليهم هيك شوي، وبدي أضيف تقريبا نص كاسة مي صغيرة لحتى ينغمر البطاطا فيها. متى ما انغمرت البطاطا بدي أضيف حبتين من الهيل، وبدي أضيف 7 بهارات مشكلة، وتقريبا معلقة صغيرة كمان من فلفل الأسود وورق غار، حبة وحدة كافية. هون متى ما عندي غليوا شوي بدي أضيف الشرحات على البطاطا لحتى يغطمروا بالمي، يعني هيك بدي أظبطهم كتير منيح، وبوطي النار تحتهم بخليهم يغلوا على نار هادية. ما بيطولوا هن كتير، متى ما قلتلك نوعية الشرحات إذا كانت ممتازة فما رح يطولوا معك، تقريبا طولوا معي 30 دقيقة على النار وكانت جاهزة. هون عندي هيك بلش يغلوا، متى ما صاروا يغلوا هيك بدي غطيهم وأوطي النار تحتهم وأتركهم. بدي أعصر تقريبا حبتين من الليمون كافي، حبتين من الليمون كافي. ايه إذا أنتم بتحبوا يكون عصير الليمون قليل شوي فيكن تحطوا ليمونة واحدة كافية. وتقريبا معلقة من الثوم كمان بدي أضيفهم عليهم وأحركهم كتير منيح، وبدي أتركهم على طرف، ما رح أضيفهم هلأ، بالأخير بدي أضيفهم لحتى تستوي عندي اللحمة. وتذكروا إنه أنا ما ضفت ملح، كمان الملح رح أضيفه بالأخير. لأي نوعيات لحمة أنتوا بتساووها أكتر شي أهمها اللحم، ضيفوا الملح بالأخير، لأنه الملح بأوليته بأول الوصفة وقت بتحطوها بيعمل شوي شدة للحمة. عصرت هون الليمون وضفت عليه هون الثوم وحركتهم كتير منيح وتركتهم للأخير، ووطيت النار وتركتهم على نار هادية يستووا معي. تقريبا طولوا 30 دقيقة كانت جاهزة، واللحمة كانت مستوية وممتازة. هلأ هون هيك أنا عم بغطيها وعم بقلها روحي على مهلك واستوي، مالي مستعجلة عليكي. هون تقريبا استوت عندي. هلأ بدنا نشوف اللحمة إذا استوت ولا لا، والبطاطا كمان. اللحمة كانت مستوية كتير منيح. هلأ هون هيك لأنه تأكدت إنه اللحمة عندي استوت، والبطاطا كمان أتأكد إنه استوت، لأنه كنت أنا قاطعتها لقطع كبيرة. استوت عندي وطلعت كمان كتير طيبة نكهتها. رح أضيف عليها عصير الليمون، رح أضيف عليه الصوص بالأخير مثل ما قلت لكم رح أضيف عليه، ورح أضيف عليه كمان معلقة نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح حسب الرغبة، في ناس بتحبها مالحة، في ناس بتحبها شوي دلعة. هلأ الصوص عندي شوي خفيف، أنا بدي أتقل الصوص. تقريبا أنا ضفت معلقة من الطحين مع شوي من المي لحتى أتقل الصوص عندي وتعطيها النكهة القوامي الكريمي الممتاز. بدي أحركهم كتير منيح وبدي أضيفها. أنا للصراحة الكمية كلها ما ضفتها، ضفت شوي منها، يعني تقريبا ضفت نص الكمية. لقيت القوام طلع منيح، ما بدي إياها تكون أسمك من هيك. إذا أنتم بتحبوها تكون أسمك بشوي فيكن تكتروا الطحين. هون بحركهم، بتأكد إنه الطحين يلي ضفته اتغلغل بالصوص تمام. مثل ما قلت لكم الكمية كلها ما ضفتها، أنا ضفت شوي منها وحسب الرغبة. انتوا إذا بتحبوها تكون أسمك من هيك بشوي فيكن تضيفوا. غطيتها وتركتها كمان عم بقلها اهدي على مهلك، يعني مالي مستعجلة عليكي. هلا هون لتحضير الرز رح أعمل تقريبا معي كاسين من الرز، رح أضيف عليهم شوي من الزيت لحتى يعطيني لمعة كتير حلوة للرز ويعطيها فلفلة. ورح أضيف معلقة من السمنة.
هلأ أنتم إذا بتحبوا تضيفوا الشعيرية كمان حمصوا الشعيرية وبعدين حطوا الرز. أنا باحب أحمّص الرز، أحمّص الرز بالسمن وبالزيت، باحمّصهم كتير منيح، يعني تقريبًا تقلاية شغلة شي دقيقتين بس مع السمنة والزيت، باقلّيهم وبدّي ضيف إلن معلقة صغيرة من الملح. هونيك لازم أول مرحلة بنحط الرز لازم تضل إيدنا فيُّن، بعدين ضفت المي لحتى يغمر الرز. هلأ الرز مغسول منقوع تقريبًا صار لي نقعته شي نص ساعة، وبتغسلوه كتير منيح لحتى يروح النشا منه، وبعدين باحطه على النار باغليه باخليه أول شي يغلي هيك كتير منيح، تقريبًا غليان شغلة ثانيتين 3. لأ مو ثانيتين 3 للصراحة 3 دقايق تقريبًا، باخليه يغلي كتير منيح لحتى ينشف شوي. وهون هيك باتركه شوي لحتى ينشف المي عندي شوي الرز. وقت بتتركوا الرز هيك ينغلى شوي منيح، الحباية بتتفتح، بتعطيها فلفلة طيبة للرز. هلأ الرز تقريبًا بده بعد ما هيك نشفت المي عنه شوي بنغطيه وبنتركه تقريبًا لمدة تتراوح ما بين ال10 دقايق والربع ساعة، بيتفلفل الرز عنا وبيطلع كمان كتير طيب وما بيطلع مخبص أبدًا. هون عندي الرز تفلفل وكل حبة بحبتها ما شاء الله طالع ممتاز. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبقنا المميز لليوم بنكهة الثوم والليمون، الريحة الطيبة عم تفيح بالمطبخ، واللحمة يلي طلعت كتير طيبة وعم تدوب بالتم ذوبان. شاركوني آرائكم الحلوة، أنا بانتظاركم وكتير بنبسط فيكم. ادعموا القناة بالإعجاب واللايك، وبتشرف فيكم بالاشتراك لحتى نستمر مع بعض برحلة التميز. شايفين هاي الأكلة والطيبة بتحتاج هي كتير سهلة بس بتحتاج شوية صبر مننا، بتحتاج شوي مننا الوقت والصبر لحتى تستوي، مثل ما صبرنا هاي الطبخة لحتى تستوي كمان هيك أولادنا لازم نصبر عليهم شوي، وكمان بيحتاجوا طولة بالنا عليهم لحتى يكبروا. لكل أم وأب تعبانين وبيعصبوا كتير، طولوا بالكن، عصبيتكن هي فترة وبتمضى، حنانكن هو اللي بيبقى، هو الحنان يلي بيبقى بقلوبهم. ونتذكر طفولتنا وقت كنا صغار كمان، يمكن نحن كمان كنا نعذب أهالينا شوي ما نسمع الكلام، فالله يهدي هالجيل يا رب ويجعلهم من الصالحين والتقيين ونشوفهم بأعلى المراتب يا رب ويهديهم. هي الطبخة كتير سهلة ومكوناتها كمان كتير سهلة وما بتاخد وقت أبدا مننا، يعني تقريبا ل3/4 الساعة كانت جاهزة. وكل حدا يعني ما عنده وقت انه يقدر يطبخ طبخات كتير هيك بتتطلب وقت، كتير منيحة ومميزة هاي الأكلة وكتير سهلة، وكمان مكوناتها يعني غنية بكل شي، باللحم والبطاطا وكمان الرز، كاملة متكاملة. وطلعت هيك الوصفة، بتمنى تعجبكم وتنال إعجابكم، وإذا تابعتوني لهالوقت بشكركم كتير، وكمان بحب لكم مع ألف سلامة لفيديو تاني إن شاء الله بنلتقى على خير يا رب. والوصفة يلي ببالكم كمان اكتبولي بالتعليقات، هيك بيسهل علي وقت انتو بتشاركوني آرائكم بالتعليقات، بيسهل علي الطبخات يلي بدي أعملها، لأنه أنا مثلكم أياما بحتار إنه شو الطبخة المعينة اللي بدي أطبخها، فشاركوني آرائكم، بتشرف فيكم أنا. وشكرا لحسن المتابعة، مع ألف سلامة.
عجبتك الأكلة؟ أيوة والله طيبة. صحتين وهنا. أكلتي طيبة. كلبوها حطوا لايك. باي.